محمد رسول الله. حبايبي احنا جايين بفكرة جديدة وطعم جديد عشان بقى كنا نتسحر بيه، يساعدنا في السحور جنب فول، جنب بطاطس، جنب اي حاجة. فالمهم عجبتني أوي فكرة البسطرمة العراقي. تحية لأهل العراق، تحية وحبايبي حبايبي والله، سواء ستات ورجالة. معايا الحمد لله في بيت عيلة تيتا فولا، الله يكبر بخاطركم جميعا وربنا يبارك لكم ويديكم الصحة يا رب. وأنا متشكرة أوي على الكلام الحلو والتفاعلات ووجودكم معايا نعمة والله. في الحفلات اللي أنا بعملها عيلة تيتا فولا، أنا بشكركم أوي أوي أوي، أحلى ولاد في الدنيا وأحلى ناس في الدنيا، العراقيين والمغاربة والجزائريين والسوريين والأمارات ودبي وقطر وكل البلاد العربية بحق النبي. يسعدكم جميعا فرد فرد. وتحية كبيرة أوي أوي البنت الكبيرة، ربنا يبارك لها ويديها الصحة متلة. ربنا يديها الصحة يا رب ويبارك لها ويبارك لها في ولادها يا رب ويديها الصحة، ودايما اشوفها يا رب بحق النبي بخير وببركه وربنا يشفيها. تحيه لاهل السعوديين كلهم، ستات ورجاله، ربنا يبارك فيهم. وانت يا هورس حبيبتي وحشاني، بنتي الغاليه اللي في فرنسا، اسمها جميله، ربنا يا ربنا يبارك لك يا بنتي، وكل سنه وانت طيبه. انا بشكر جدا جدا كل فواعل الخير حتى لو بالكلمه يا اولاد، الكلمة الطيبة صدقة. وكل سنة وانتم طيبين. تعالوا بقى هنشوف احنا هنعمل ايه. البسطرمة العراقية، تحية لأهل العراق وتحية للطيارين، طيارين أهل العراق، الطقم العراقي اللي بيجي يسلم عليا كلهم ما شاء الله، الرائد خالد والرائد أبو زيد وكلهم ولادي. طبعا أنا مش حافظة كلهم أساميهم، بس هم صراحة طقم الطيارين لما بينزلوا في الاستراحة فبيسلموا عليا. الله يبارك لهم ويديهم الصحة يا رب ويجعلهم كده دايما عطاء للناس. وكل سنة وانتم طيبين. احتراما لأهل العراق طبعا هعمل البسطرمة العراقي باللحمة المفرومة. اديني جبت الثوم، انا هعمل نص كيلو، نص كوباية ثوم. اللي قدامك دي حلبة مطحونة، الحلبة العصا، احنا دي بقى ضايفينها من عندنا، دي فابريكا كده من عندنا عشان تدينا الطعم البسطرمة المصري. ودي البابريكا، ودي الكزبرة اهو، وده الفلفل الاسود، وده السماق. عايزه تضيفي حاجه تانية من التوابل حطي، بس انا كده اكتفيت بكده عشان ما تبقاش مزعجه قوي. وهمسك اللحمه المفرومه واحطها وادعكها قوي قوي، واما ادعكها اجيلكم. بالله عليكم ما تنسوش اللايك والشير لاحلى تيتا فله، انتوا بتحبوها وانا بموت فيكم. كل سنه وانتوا طيبين يا حبايبي. حبايبي الحمد لله مسكتها عجنتها حلو بايدي قوي 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 كاني بعجن الدقيق خلاص. وبعدين هقوله لكم تاني، حطيت بابريكا، حطيت فلفل اسود، حطيت كزبره، حطيت سماق، حطيت حلبه مطحونه طحنتها قوي. وبعد ما طحنتها جبت المصفى اللي بصفي بيها الكمون او الحاجات الصغيره دي، وايه ونخلت الايه الحلبه المطحونه. العراقيين ما بيحطوش الحلبه، بس احنا بقى عايزين الحل ايه النكهه بتاعتنا احنا البسطرمه المصريه. رحنا ضايفين الحته اللي التوم دي، حطيت عليها الحلبه قصدي، وحطينا توم ودعكتها قوي كاني بدعك عجين. دلوقتي انا هحطهم في كيس وهرجع لكم تاني. يا احلى حبايبي، يا احلى اولاد، يا احلى احفاد. وتحيه لشعب العراق حبايبي، رجاله وستات، الله يبارك لهم ويديهم الصحه ويرجع لهم بلدهم احسن من الاكياس. طبعا عندك نشابه افرجي بيها وحززي بظهر السكينه اهي. تاخدي الحته الاول، تجيبي السمنه وتحطيها في الطاسه وتحطي الحته اللي انت عايزاها على قد الاسره بتاعتك. خلاص سويتي اللحمه حلو، روحي شايلاها بالمصفى المقصوصه وحطيها في طبق. وبعدين اعملي ايه البيض خلاص. وبعد كده تجيبي طبق تحطي البسطرمه اللي انت سويتيها في طبق، والمنظر الجمالي حطي البيض من فوق. هتبقى جميله جميله بالهنا والشفا. حبايبي اللي وصلتوا لغايه هنا ما تنسوش اللايك والشير. يا احلى حبايب واحلى اولاد واحلى احفاد داخل مصر وخارج مصر، ربنا يبارك لكم كلكم. وتحيه لاهل العراق اللي انا بموت فيهم، بموت فيهم حبايبي ولادي واحفادي اللي بيخلصوا لي وبيدوني الكلمه الحلوه. وتحيه لفواعل الخير، ربنا يسعدكم ويسعد ما بين ايديكم ويجعله في ميزان حسناتكم يا رب. وزي ما بتدخلوا الفرحه يا رب بحق جه النبي على الناس، ربنا يفرحكم كمان وكمان. مع السلامه يا حبايبي، وصلتوا لغايه هنا ما تنسوش اللايك والشير.
ارجع اقول تاني، هجيب البابريكا والفلفل والكزبره المطحونين ومعلقه، انا عامله نص كيلو، اعملي على قدك، ممكن تعملي ربع كيلو حلبه مطحونه، نقيها حلو وفومها حلو وانخلها وادعكها قوي قوي قوي. خلاص دعكتها، اروح محطيها في الاكياس وعاملاها كده. وبعد كده اجيب طاسه فيها سمنه فيها زيت اللي تحبيه، تحمري فيها الحته اللي انت عايزاها، وبعدين تنشريها بالمقصوصه تحطها في طبق وتعملي البيض. وبعد ما تحطي البيض المنظر الجمالي، حطي البيض على البسطرمه وقدميها، هتبقى احلى بسطرمه، هتبقى مدموجه بين العراقيين والمصريين. تحيه للشعب العراقي حبيبي، وتحيه لاهل الخليج. ربنا يكرمك سفيرة السعادة ويديك الصحة يا رب، ويبارك لك في صحتك ومالك. وتحية للسعوديين رجالة وستات، وتحية ولادي ولاد عيلة تيتا فلة، الله يسعدهم جميعا. زي ما بيكبروا بخاطري ربنا يكبر بخاطرهم. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، عودوا رمضان علينا بالخير والبركة. انا النهارده بقى جبت الطاسة اهي، ده حطيت فيها زيت عشان تبقى خفيفة شوية، وهكمل بقى يا حبايبي ولادي واحفادي داخل مصر وخارج مصر، ربنا يسعدكم زي ما بتسعدوني. هكمل بقيه البسطرمه العراقيه، تحيه لاهل العراق ستات ورجاله، اهي باللحمه المفرومه، انا عاملاها باللحمه المفرومه. جبت اللحمه وحطيت التوابل اللي قلت عليها كلها والحمد لله. بس زودت على البسطرمه العراقيه معلقه حركات بقى اللي ايه، البسطرمه البلدي بتاعتنا، حلبة حصى مطحونة ونخلتها عشان تبقى زيها وايه ما تبقاش عامله. وجبت معلقه زيت اهي وحطيت البسطرمه، برغم ان انا لسه ما حطيتهاش في التلج، كل ده كنت حاطاه في التلاجة. انا اول ما خلصت قلت اخليها كام ساعه كده تشربوا من بعض. وهي الحمد لله والسحور، وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، وراجعه لكم ان شاء الله تاني. البسطرمه استوت، هنشيلها في الطبق الفاضي ده واعمل البيض لوحده، وعشان الناحيه الجماليه هعمل البيض لوحده والبسطرمه لوحدها، وبعدين نحطهم على بعض. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، كل سنه وانتم. انا عملت على قد ما اللي هياكل، اصل في ناس تحب البسطرمه وناس ما تحبهاش، فانا عملت، اعملوا على قد برضك، ما تكتروش منها كتير، هي صعب تتاكل في وقتها وخلاص. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. لو الله عليكم لو وصلتوا لغايه هنا ما تنسوش اللايك والشير، احلى متابعين في الدنيا. ربنا يجعلها سنه جميله علينا وشهر رمضان الخير واليمن والبركة، لا فاقدين ولا مفقودين. يسعدكم يا رب زي ما انتم بتسعدوني. مع السلامة يا حبايبي، إلى اللقاء.